وين راح يكون لاعب مانشستر سيتي بعد 5 سنين؟ نبدا مع ايرلينغ هالاند اللي قرر انه يكمل مع السيتي لانه مخ راتبه عالي. جيرمي دوكو اللي قرر انه يكمل مع السيتي برضه. بس الغريب انه كيفن دي بروين بعمر 36 سنه مكمل يلعب بس مع اتلتيكو مدريد. فيل فودن مكمل مع السيتي وجوندوجان شبع من الالقاب وقرر انه ينتقل لتوتنهام. برناردو سيلفا نفس الفكره وانتقل للسبيرز. بس رودري مكمل مع سيتي لحد الان. والوحيد اللي كنت اتوقع انه ما يضل كوفازيتش مكمل مع السيتي بعمر 34 سنه. سافيو لساته مكمل مع السيتي. وماتيوس نونيز بيلعب مع مارسيليا. ريكي لويز انتقل ليلعب مع ريال سوسيداد. واوسكار بوب حاليا بيلعب مع نيوكاسل. وفيورنتينا يقدر يتعاقد مع جفارديول. وروبي دياز بعمر 31 سنه لسه مكمل مع السيتي. جوني ستونز بانتقال كثير غريب بروح بيلعب مع لانس وهو بعمره 34 سنه بس لسه طاقاته 85. ناثاني اكي بهالمره انتقال كثير منطقي بروح بيلعب مع اياكس كونه هولندي. اكانجي بكمل مع السيتي لحد الان. ويدرسون برضه مكمل مع السيتي بعمر 34 سنه. والغريب انه اورتيغا الحارس الاحتياطي بعد الحارس الاحتياطي للسيتي